تسمحوا لي بقى في فيديو النهاردة أعمل لكم كيكة البسبوسة اللي لو عملتوها بجد مرة مش هتبطلوا تعملوها وهتبقى عندكم إدمان. طعمها بجد خطير وبيجمع كده ما بين البسبوسة المتسقية بالشربات وكمان الكيك العادي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والكيكة دي بتحتاج شربات، لازم الشربات بتاعها يكون بارد، فهنعمله قبل ما نبدأ في الكيكة. عندي بحط في الكسرولة كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، وبقلبهم الأول كده على البارد، وبعدين بحط شريحة من الليمون وارفعهم على النار. وأول ما الشربات يغلي بعد بعديه على طول 5 دقايق وبطفي عليه واسيبه يبرد. للكيكة بقى هنحتاج 4 بيضات، والبيض لو عندكم كبير ممكن تستخدموا 3 مفيش مشكلة. هنحط على البيض معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان هضيف نص كوباية من السكر، والسكر هنا ممكن يزيد أو يقل على حسب انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة قد ايه، لكن هو نص كوباية كانت مظبوطة قوي على الكمية اللي أنا هعملها. وبعد كده بخفقهم مع بعض يا إما بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي أو في الخلاط، ال3 شغالين معاكوا وهيدوكوا نفس النتيجة. المهم نوصل خليط البيض للقوام الفاتح الكريمي شوية. وأول ما البيض يوصل معانا بالقوام واللون ده بنضيف نص كوباية من الزيت، والزيت لازم يكون نوع كويس علشان ما يكرفش على طعم الكيكة ويديها كده طعم مش لطيف. وبنخلط الزيت مع البيض والسكر على سرعة هادية شوية حلوين كده، وبعدين بنضيف عليهم كوباية من الزبادي، وممكن نستبدلها بالحليب مفيش مشكلة. وكمان هنحط ربع كوباية من جوز الهند، وممكن نستغنى عنه برضو لو مش بتحبوه. وبعد كده في الخطوة اللي جاية هنضيف المواد الجافة، كوباية من السميد الناعم بتاع البسبوسة وكوباية من الدقيق وعليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وكمان ما ننساش رشة الملح نحطها على الدقيق في الأول. وبنخلط تاني وبالراحة خالص واحنا بنقلب لحد ما الخليط يبقى معانا بالقوام ده. المهم أول ما الدقيق والدقيق السميد يختفوا تماما نوقف تقليب. قوام العجينة بيبقى عندي تقيل شوية لأن العجينة ما فيهاش أي سوائل، فطبيعي يبقى القوام كده، لكن لو هتستخدموا حليب بدل الزبادي ممكن القوام يتغير شوية لكن النتيجة هتبقى واحدة. باخد الخليط وصبه في صينية مقاس 26 أو 24 مدهونة بالزبدة أو بالزيت ومتبطنة بشوية دقيق، سواء دقيق عادي أو دقيق سميد هينفعوا الاتنين. بناخد الصينية ونحطها في فرن مولع قبلها ب10 دقايق، بتاخد من 20 دقيقة ل25 دقيقة وبتبقى جاهزة. بنطلعها بقى على طول ونصب عليها الشربات أو السيرب بالطريقة دي كده. الشربات بيكون بارد والكيكة بتكون سخنة. لو الكيكة بعد لما استوت ما أخدتش اللون الحلو ده من فوق ممكن نولع لها الشواية شوية. شايفين أنا هنا كنت بصب الشربات واحدة بواحدة لحد ما تتشرب الكمية اللي بحطها لها وارجع أحط كمية غيرها. ما شاء الله أخدت كمية الشربات كلها، ويعني لو كان في أزيد كانت هتشرب وكانت هتبقى زي الفل كمان. وطبعا كمية الشربات اللي احنا عملناها لها النهاردة كافية جدا لمقادير الكيكة ومخلية الكيكة سكرها مظبوط وكمان ما بيجزعش كده وانتوا بتاكلوها. بنسيب الكيك تبرد ساعة أو ساعتين وبعدين نقطعها، ويعني أنا قطعتها دافية يعني مفيش مشكلة. بنسيبها بس تبرد ساعة أو ساعتين كده لأن هي لما كل ما بتبرد بتبقى أحلى بصراحة. بنزينها كمان بشوية من جوز الهند، وبعد كده بنقدمها بالشكل ده كده. طعمها بجد خطير، يعني ريحتها كمان وهمية بجد. يعني الكيكة دي من أحلى الكيكات اللي هتجربوها ومن أحلى الحاجات اللي هتاكلوها أصلا، يعني حاجة حلوة وطعمها حلو، ومن الكيكات كمان اللي طريقة إعدادها في منتهى السهولة بجد ويقدر أي حد ينفذها ويطلعها بالجمال ده. قد إيه شكلها يفتح النفس وشكلها مرتب على عكس قوامها تماما، يعني أول ما بحط فيها الشوكة بتنهار ويعني بتدوب حرفيا. كيكة هترجعكوا لأيام زمان، ولما تاخدوا منها قطمة والتانية هتصبروا كده شوية وتستغربوا وتقولوا ايه الجمال ده، يعني بقالنا كتير قوي ما أكلناش حاجة حلوة بالطعامة والجمال ده. جربوها بقى وهستنى رأيكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. مع السلامة يا حلوين.